احيانا الاستاذ بيقول لك شو ليش متاخر اليوم؟ والله ما بعرف شو وقعت البنايه عنه او هيك يعني، فكتير شي ما بيتصدق. so this is really far-fetched. كيف بنحكي غير منطقي، مو معقول يصير، ما بيتصدق. بالانجليزي في كتير كلمات، بس اليوم رح نركز على الصفه يمكن انتم ما بتستخدموها فتضيفوها لذخيرتكم اللغويه. الصفه هي far-fetched. 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 ننتبه على الايدي عم نقولها far-fetched. okay, which means very unlikely to be true and difficult to believe. Again, very unlikely to be true and difficult to believe. على البطيء very unlikely to be true and difficult to believe. يعني كتير من غير محتمل انه هالشي يكون مزبوط، وصعب كمان انه يتصدق. for example نحكيهم هيك مع بعض عادة، فمنقول مثلا a far-fetched idea. a far-fetched idea يعني فكرة غير منطقية. أو مثلا بنقول a far-fetched story. a far-fetched story يعني قصة ما بتتصدق، ما بالعربي بنقول ما بتنبلع، ما لها ظابطة، يعني مو منطقية. فمثلا أحيانا الأستاذ بيقول لك شو ليش متأخر اليوم؟ والله ما بعرف شو وقعت البناية عنه أو هيك يعني، فكتير شي ما بيتصدق. so this is really far-fetched. فمثلا فينا نقول the explanation of why he was late to school was so far-fetched. Again, the explanation of why he was late to school was so far-fetched. يعني شرحه انه ليه كان متأخر على المدرسة كان كتير غير منطقي وما بيتصدق. يا ريت تكتبوا لي اياها بالتعليقات. ما تنسوا الشحطة الهايفن، الشحطة الصغيرة بين فا و fetched. اوكي وبس. thank you very much for watching. bye.